اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم ام يحيى من قناه عالم ام يحيى، ورجعت لكم في فيديو جديد. متنسيش بقى تعملي لايك للفيديو، اشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتيش، ودوسوا على زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وتتابعوني على كل المنصات بتاعتي، الفيسبوك وكواي والتيك توك. نعمل حاجات حلوه كده هناك ان شاء الله هتعجبكم. النهارده بقى رجعت لكم كده في فيديو جديد، فيديو كله حماس، طاقه ايجابيه، نشاط. هنتنشط مع بعض. هننضف اوضه النوم من الاعماق من فوق لتحت. هننضف كل حاجه، كل حاجه هتتشال طبعا. ده ياسين اللي نايم هنصحيه ننيمه في الاوضه التانية عشان نعرف نشتغل. كل حاجه هتتشال، كل حاجه هتتشال في الاوضه دي. هطلع كمان الهدوم الشتوي. آم، هظبط دنيتي، اشوف محتاجه يعمله، وكل حاجه هتتشال في الاوضه دي وهتتنضف من الاعماق. تابعوا معايا الفيديو للآخر. الفيديو حماسي، فيديو كله نشاط كده وطاقة إيجابية إن شاء الله بإذن الله. ما تنسيش اللايك وتابعي معايا. يلا نشوف هنعمل إيه، مش هطول عليكم، يلا نشوف. هنا بقى أول حاجة قلت أعملها، أشيل الستاير عشان خاطر أغسلها، عشان خاطر لغاية ما يعني من هنا لغاية ما أخلص عمايل في الأوضة، أكون يعني الستاير اتغسلت ونشفت. الحمد لله صلحت الغسالة الحمد لله، وطلعت حاجة بسيطة، جبت لها واحد يعني صلحها لي، وطلع المشكلة في السير، وغيرت السير والحمد لله. ودلوقتي أنا هشغلها على الستاير، هشغل الغسالة دلوقتي على الستاير عشان خاطر تتغسل. محتاجة الستاير تتغسل بحيث ان انا اخلص من هنا وافرش السجاد على اخر لحظة كده يكون الستاير نشفت. طبعا انا بنشرها من الدية، فهي ايه، نص ساعة بالكتير قوي تنشف بإذن الله. فانا دلوقتي كده بفك الدبابيس منها، هبتدي ان انا ايه اشغل الغسالة عليها دورة سريعة كده سهلة، لان انا عندي الستار نظيفة، مش وسخة قوي. هغسلها كده دورة سريعة كده وبس. السترتين لما اجي بقى افرشهم هحط ستارة واحدة بس، والتانية مش هحطها على الشباك، لان بحس ان انا ما بحتاجهاش في حاجة وبطبقها كده. مش بحس ان انا بحتاجها بحاجة لان ما بفردهاش، بفضل مطبقاها ومعلقاها كده لفوق، يعني مش بحتاجها في حاجة، فانا مش هفرشها. هنا بقى دخلت قلت ابتدي بقى اعمل. طبعًا أنا بدأت عملت طبعًا ياسين في اللحظة دي ما وديتهوش المدرسة. اللي راحوا المدرسة يوسف ويحيى بس. يوسف ويحيى هُم اللي راحوا المدرسة. ياسين كان قاعد معايا، بس ياسين نايم وصحى على الساعة 02:00 كده أو 01:30. المهم قُلت بقى إيه، أخلّص نفسي، أخلّص اللي ورايا قبل إيه ما العيال ييجوا من المدرسة. أنتم عارفين بقى العيال وكده. ف بصراحة مش باعرف أعمل أي حاجة في وجود العيال يعني. باحس إن هُم بيدربكوا لي البيت وكده. ما هو هُم يعني هُم لو بنات كانوا ساعدوني، إنما ما شاء الله الله أكبر اللهم بارك، هُم ولاد يعني، فما لهمش في المشاوير دي، مع إن ساعات باعلّمهم يعني إن هُم يعملوا معايا أو يساعدوني وكده، بس ساعات يعني مش دايمًا. المهم ما علينا، فهُم حاليًا دلوقتي في المدرسة، فقُلت بقى أخلّص اللي ورايا. طبعًا محتاجة إن أنا أطلّع الشتوي، لإنه خلاص الجو سقّع، وإحنا عندنا هنا في إسكندرية الجو بيتبرد بسرعة، فهاطلّع الشتوي كُلّه بقى. والحاجات برضه في حاجات ما كنتش يعني مش عايزاها تحت السرير. أنا عادةً باحط حاجتي تحت السرير، ففي حاجات كتيرة أوي مش عايزاها تحت السرير هابتدي إن أنا أتخلّص منها. مثلًا هتقولوا لي طَب ما تدّيهاش لأي حد محتاجها ليه؟ لإنها حاجات مش ما تنفعش إن أنا أدّيها لحد، يعني حاجات مقطّعة، معظمها مقطّعة متبهدلة. يعني أنا وولادي ما خلاص يعني دابت بمعنى أصح. فمش عارفة ليه اللي كنت راكناها، بس إيه، جالي هدف بيقول لي لأ اتخلّصي منها، راكناها ليه يعني، هو زحمة وخلاص تحت السرير؟ فبابتدي يعني أي حاجة أنا مش محتاجاها هابتدي إن أنا أتخلّص منها على طول. هنا بقى يعني آخر حاجة هافكّر إن أنا أشيلها هي ملاية السرير. ليه؟ لإن أنا مثلًا عايزة أمسح المروحة بتاعة السقف، وعايزة أزعّف فأنا هاخلّي الملاية لآخر حاجة، علشان خاطر لمّا أعمل كل دوّة التراب ما ينزلش على المرتبة، ينزل على الملاية، وبعد كده أبقى أشيلها إيه، وأغسل الملاية عادي. أنا دلوقتي باشيل الأرض كُلّه، أي حاجة محطوطة باشيلها. طبعًا دي البطاطين أنا باحب أركنها في الركن دوّة يعني، ما باحطش فيه حاجة الركن ده إلا البطاطين.
فبحب احط البطاطين في ناحيه الركنه دي. هبتدي ان انا اطلعهم بقى لان خلاص يعني. بس كده هبتدي برضو ايه ان انا اشيل السجاده ديت. هحطها برضو في تتشمس شويه لان محتاجه انها آه، محتاجه ان انا اشمسها شويه قبل ما انفضها يعني. لو هقول لكم اليوم دوت ما خدش مني شغل كتير، يعني انا بادئه 11:30 كده مخلصه على الساعه 2، يعني مخلصه الساعه 2. بس يعني ما خدتش مني شغل كتير وما حبيتش ان أنا اطول عليكم الفيديو اكتر من كده. لو هقول لكم وانا بمنتج الفيديو كان عامل ساعه شغل او ساعه تصوير، بس انا مختصراه عشان يعني ما تملوش وكده. بصوا انا كنت جايه اشيل الملايه بس افتكرت ان انا عايزه ازعف وعايزه امسح المروحه، فقلت لا مش هشيل الملايه إلا لما اخلص ايه تزعيف ومسح المروحه. طبعا انا هنا مسحت المروحه بس ما صورتلكوش المقطع ده. طبعا في حاجات بعملها خارج التصوير لان ما ينفعش اعملها وقت التصوير، حاجات كتيره قوي بتتعمل ما ينفعش ان انا اعملها وقت التصوير. بس كده هنا بقى ببتدي ان انا ازعف. انا كنت خلاص مسحت المروحه ونضفتها. وهبتدي بقى ان انا ازعف السقف كله عشان ايه ابتدي بقى ان انا امسح بقى الخشب وكده وايه واشوف بقى هطلع تحت السرير واطلع بقى كسوة الشتا. طبعا كسوة الشتا بتاخد مني وقت شوية في التطليع بس مثلا انا حاولت ان انا اختصر على قد ما اقدر. بس كده. انا هنا مش عارفة انا رحت فين بس انا تقريبا كده انا بزعف الجزء دوت. معلش هي الكاميرا مش جايباه بس انا كنت بزعف الجزء ده ما كنتش اعرف ان الكاميرا مش جايباه بصراحة. وابتدي بقى ايه ان انا ازعف الشباك وازعف الحتة دي كلها. الستارة اللي على الشباك دوت مش هحطها، بحس ان انا ما بستخدمهاش في حاجة ومش محتاجيها فانا مش هحطها. بس كده. هنزعل برضو الحتة دي. بص انا كل شوية ببص على الكاميرا لان بحس ان هي ساعات بحس ان هي مش شغالة او ناسية ان انا شغالها وكده. بس كده. انا خلصت تزعيف يعني زعفت خلاص. هبتدي بقى ان انا اكنس آه، الأوضة. وبعد ما اكنسها بقى اشوف ايه لسه هعمل ايه بس مش هساعد دلوقتي يعني لسه وقت على التسييق. هكنس بس الأوضة دلوقتي. بحب أكنس الأول قبل ما أسيق، مش بحب أسيق والأرض كده فيها تراب وكده مش بعرف بصراحة. بحب أكنس وبعد كده أسيق. بس كده. بس كده. هنا بقى ابتدي ان انا ايه ارفع المرتبة علشان خاطر اطلع منها هدوم الشتوي. ليه بحط الهدوم الشتوي تحت السرير؟ ملهاش مكان الا كده. الدولاب بصوا متروس. بصوا انا ما عنديش اوضه اطفال يعني ما عنديش مثلا دولاب لولادي، فهدومي وهدوم ولادي وهدوم جوزي كلها محطوطه في الدولاب، فالدولاب متروس حرفيا يعني. فاي حاجه مش عايزاها اي حاجه بحب اتخلص منها احطها تحت السرير على طول. تمام كده. هنا بقى ابتدي ايه اي حاجه احس ان العيال يعني هيلبسوها ابتدي ان انا اطلعها. طبعا انا لحد دلوقتي لسه مش شدت لهمش بس قلت طالما كده كده انا بنضف الاوضه وبروقها وبظبطها، طالما كده كده يبقى بالمره اطلع لهم الحاجه وتبقى الحاجه ايه تحت ايه يعني الحاجه موجوده. في اي وقت بقى يحبوا يشتوا يبتدي يشتوا على طول. بس كده. مش عارفه انا رحت فين بس ما علينا يعني اكيد بعمل حاجه. كنت بجيب حاجات كده من الدولاب وبحطها ايه في الكيس. هنا كان ياسين صحى. هو ياسين بصراحه اكتر واحد بيدوخني في لما 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 احب اعمل حاجه في البيت يعني. بصراحة مع انه ما شاء الله يعني كبير
بس اكتر واحد بيزهقني وما بيبقاش ساكت، يعني بيفضل يتنطط على الحاجة اللي بعملها، ما مش بيديني فرصة ان انا اعمل حاجة بصراحة. بس في نفس الوقت ما حبيتش اوديه المدرسة، علشان خاطر انا بصراحة يعني انا لما اوديه المدرسة لازم اوديه ولازم انا اللي اجيبه، فانا طبعا مش فاضية اوديه واجيبه، فعشان كده ما وديتوش المدرسة بصراحة. بس كده، اي حاجة مش عايزاها تحت السرير هبتدي ان انا اتخلص منها على طول. اي حاجة. مش عارفة انا ببص على ايه، بس ما علينا يعني، ما علينا. كل ده هدوم الشتا ببتدي ان ايه ان انا اطلعها. طبعا كل الوقت دوت وانا ولادي لسه في المدرسة، هما هيجوا وان شاء الله اكون انا خلصت. بس كده، الجواكت بقى وكل حاجة تحت السرير هبتدي ان انا ايه اطلع. بصوا انا على قد ما اقدر بحاول اختصر لكم، لان انا خدت وقت شويه. يعني يعني مثلا لو انا اتاخرت في عمايل الاوضه، فانا اتاخرت بسبب تطلعت الشتوي، بس هو ده اللي اخرني. لو مش كده انا كنت زماني خدت نص ساعه في عمايل الاوضه ديت وخلصتها. لو مش ان انا هطلع حاجه الشتوي. انما غير كده انا خدت يعني خدت لي حوالي ساعه ونص في تطلعت الشتوي ديت تقريبا يعني. بس انا على قد ما اقدر حاولت ان انا ايه اختصر لكم الوقت. بس كده. بس كده. اي حاجه بقى ابتدي ان انا مثلا مش محتاجاها حاليا، او مثلا حاجه من الصيفي مش بيلبسوها قد كده، ابتدي ان انا احطها في الكيسه ديت واشيلها برضو. كان في شويه كركبه كده في جوه الدولاب، هبتدي برضو ان انا ايه احطهم في الكيسه دي واشيلهم برضو، لان انا ما بحبش الكركبه قد كده. انا مش بحب الكركبه خالص بصراحه. خصوصا ان الدولاب زي ما انتوا شايفين كده، او اكيد انتوا واخدين بالكم من الدولاب من غير باب. لان أنا بصراحه انا غلطت في الدولاب دوت بصراحه. انا جبت له يعني 3 مرات جبت له النجارين، 3 مرات عشان خاطر يصلحوا لي الباب. بس الباب للاسف بيقع، باب الدولاب يعني بيقع. التلات بيبان بيقعوا بصراحه. فانا غلطت في الدولاب دوت. فالدولاب ما بيتقفلش، وكمان في كركبه جواه منه، فده بيضايقني يعني، بيضايقني خالص يعني. تمام. فربنا يسهل ان شاء الله، قريب جدا هعمله جرار، لان هو ملوش حل تاني غير اني اعمله جرار، لان كل ما اعمله بيقع للاسف. كل ما اعمله بيقع. فانا مش لاقي له حل غير اني ايه اعمله جرار. ربنا يسهل ان شاء الله هعمله ايه جرار. بس كده. هو مكلف شوية، بس ربنا يسهل هو هعمله بإذن الله. دي بقى بطانية جديدة كنت جايباها، بقالها عندي بتاع 3 شهور كده أو 4 شهور. كنت بصراحة محتاجة بطانية جديدة بصراحة، لأن إيه ما عنديش غير البطانيتين بس. فكنت حابة إن أنا أجيب واحدة جديدة. وانتوا أكيد انتوا متعرفوش يعني، أنا بعشق البني. فأول ما رحت عشان أجيب بطانية يعني، فأول موديل دي خدتها على طول، خدتها ما عرفتش أفكر، ما فكرتش أساسا. فخدتها على طول. وبس لسه يعني لسه وقتها يعني، لسه مش هنستغطى بيها دلوقتي، لسه ايه الجو مش ساقع قد كده يعني ان احنا نستغطى بالبطاطين. احنا بنستغطى حاليا بكبرتاية. هنا بقى كنت خلصت. آه لا آه طلعت كمان من الجزء التاني، طلعت
الشتوي برضو من الجزء التاني وكده ايه خلصت. هبتدي برضو ان انا افرش المراية عشان خاطر كده ايه خلاص يعني تقريبا بفنش. هبتدي بقى ايه ان انا افرش اسيق الاوضه وابتدي ان انا ايه افرشها. بس كده. هنا كنت عملت الملاية خلاص. بس كده. انا بقى جبت الجردل والشرشوبة بتاعتي وابتدي ان انا ايه اسيق تسيقة حلوة كده علشان خاطر هفرش بقى السجاد وكده خلاص. انا قلت كده امسك اوضه اوضه بحيث ان ما بقاش فيه حاجه تقيله عليا، خصوصا كمان ان ايه قصاد يعني الواحد ما بيعملش ده بس يعني قصاد ده بيبقى فيه مطبخ، بيبقى فيه اكل، بيبقى فيه شرب. اليوم ده ما عملتش اكل، اليوم ده عملت اكله بسيطه كده صورتها لكم برضو وهنزلها لكم بكره ان شاء الله. ما حبيتش ان انا احط ده مع ده علشان خاطر الفيديو ما يكونش طويل قوي، وحبيت ان يكون ده روتين كده في اوضه النوم، روتين كده بسيط كده في اوضه النوم بس. انما انا عملت اكل بسيط جدا 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 وعملته لكم في فيديو ايه بكره باذن الله، هينزل لكم ان شاء الله بكره. بقى سايق ايه بقيه الاوضه. طبعا مسحت المرايه، مسحت السراحه، مسحت كل ده، بس طبعا كل ده ما صورتهوش انجازا للوقت يعني مش اكتر. ما بحطش ليه حاجات من الحاجات الخاصه بتاعتي يعني مكياجات وكده على السراحه، لان انا ياسين لحد دلوقتي ممكن بيلعب في الحاجات دي، عشان كده ما بحبش احط. هتقولي ياسين كبير بس للاسف لحد دلوقتي لو حطيت حاجه من دي بيقعد يلعب فيها وبيبقى عايز يحط لنفسه يعني. هو قاعد جنبي وعمال بيضحك، سامع اسمه في جمله مفيده عمال بيضحك بس. هنا خلاص سيئات. هبتدي بقى انا ايه، انا تقريبا روحت عشان اجيب السجاده. جبت السجاده اهو، طبعا كنت منفضاها، كل ده عملته من ورا الكاميرا، نفضتها تنفيضه حلوه كده. ابتدي بقى ايه ان انا افرشها. بس كده. اظبطها بقى من كل الاتجاهات وافرشها حلو كده خلاص. خلصت كل حاجة وفرشت الستاير ودخلت كل حاجة، والبطانية بتاعتي الجديدة برضه حطيتها هنا، قلت احطها قريبة مني عشان خاطر ايه افرشها في اي وقت. كده خلاص الفيديو بتاعنا خلص. متنسيش بقى تعملي لايك للفيديو، اشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتيش، وتدوسوا على زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وتكتبوا لي كلام حلو كتير في الكومنتات. هستنى كلامكم، بيشجعني وبيخليني بيديني طاقة إيجابية. وتابعوني كمان على كل المنصات بتاعتي، الفيسبوك وكواي وتيك توك. واشوفكم على خير بإذن الله في فيديو جديد بكرة بإذن الله. باي باي.